السلام عليكم. قدم وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرف توضيحات بشأن قرار رئيس الجمهورية برفع منح التقاعد، حيث خص بالذكر الصنف الأول من المستفيدين، وهم المشتركون في الصندوق الوطني للتقاعد لمدة تقل عن 15 سنة، وتتراوح منحهم حاليا بين 4000 إلى 10,000 دينار. كما أعلن وزير العمل في تصريح للتلفزيون العمومي أن الزيادات في منح التقاعد ستصل إلى 11,000 دينار، وسيستفيد منها 900,000 متقاعد. أما معاش التقاعد الذي كانت قيمته 15,000 دينار فسيرتفع إلى 20,000 دينار، وسيستفيد من الإجراء 250,000 متقاعد. وبشأن قرار رفع الأجور الذي اتخذه رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وزير العمل أنه سيمس تقريبا 2,800,000 موظف ومتقاعد.